وبهالجو البارد صار بدها صحن حراب إصبعه. الحراب إصبعه من أطيب الأكلات الشامية التراثية والقديمة، كتير طيبة وخاصة بالجمعات. تعالوا نشوف مكوناتها وطريقة التحضير. ولحتى يصير طبخها سهل علينا لازم نجهز مكوناتها. أول شي عندي كزبرة وعندي توم وعندي تمر هندي وعندي رمان طبعا للزينة، وعندي الخبز كمان للزينة مقطعته شرايح بهاي الطريقة. بدي اقلي الخبزات اول اشي واقيمن على طرف، طبعا بدي اياهم لحتى ياخدوا هذا اللون الذهبي الحلو. بعدين بدي اقلي البصل طبعا انا مقطعته جوانح وحاطط له طحين وتاركته شوي على طرف. وبعدين هلا بدي اقليه، طبعا انا حطيت له الطحين لحتى يطلع عندي البصل مقرمش. واكيد مثل ما ملاحظين البصل اخذ عندي اللون الذهبي الحلو. بدي قيمه، بدي جهز للكزبره والثوم. عندي كميه من الثوم المهروس بدي اقليه بزيت الزيتون، وعندي ضمتين من الكزبره غاسلتهم وفارمتهم ناعم، كمان نصهم بدي اقليهم مع الثومات. بقلي الثوم والكزبره شغله دقيقتين ثلاثه مع زيت الزيتون وبقيمهم على طرف. وهلا بطنجره بدي احط كاستين من العدس الصحيح وبغمرهم بالمي وبغطيهم وبتركهم يستووا على نار هاديه على مهلهم. وهلا بدي جهز للمعكرونه. طبعا هاي المعكرونه خاصه بالحراب اصبعه، بتيجي هيك شرايط رفيعه ورقيقه. طبعا فيكم تستخدموا العجين، تعجنوا العجينه على ايدكم. مكونات العجينه كتير سهله، بتتالف من المي والطحين وشويه ملح. بنعجنها لنحصل على عجينه متماسكه. طبعا بنرقها بالطحين ونقطعها مربعات رقيقه او شرايح بنستخدمها بدال المعكرونه. وهلا بدي اضيف عصير تمر الهندي اللي مخففته بالمي. هلا بدي اضيف المعكرونه طبعا بعد ما غسلتها كتير منيح وصفيتها وغسلتها كتير منيح. بضيفها فوق تمر الهندي والعدس، وراح اضيف الملح. اكيد كميه الملح راح تكون على حسب كميه الطبخه اللي انتم عاملينها. وبضيف الثوم المهروس وبضيف الكزبره. طبعا انا عامله ضمتين، ضمه اللي قليتها مع الثوم مشان زين فيها، والضمه هي الثانيه هلا حطيتها بقلب الطبخه. وهلا بدي اضيف كميه من زيت الزيتون. طبعا بدي اترك المكونات تغلي مع بعض شوي، تقريبا شي 5 دقائق. وهيك صارت عندي طبخة الحراب إصبعه جاهزة. وهلأ بدي اسكبها بصحن التقديم. وهلأ صار وقت التزيين. أكيد وقت التزيين أحب شي على قلبي، وأكيد كل ست بيت بتزين على ذوقها. أنا أول شي رح أضيف الثوم والكزبرة، طبعا هدول اللي قليتهم مع بعض. بضيف البصل والخبز المقلي. طبعا اكيد فيكم تقلوا الخبز بالقلاية الهوائية. حبايبي اللي وصل بالفيديو لهون يا ريت يحط لي لايك وتعليق حلو، ويا ريت تحكوا لي من اي بلد عم بتتابعوني، واكيد بتشرف فيكم من اي بلد كان، وبحب اعرف متابعيني منين عم يتابعوني. واكيد هي الزينة شيء اساسي بالحراب اصبعه، وهي اللي بتعطيها الطعمة الطيبة. واكيد الرمان كمان رح يعطيها طعمة كتير طيبة. اخر شي رح ضيف الرمان. وبهيك هالصحن الحلو صار جاهز. بتمنى تجربوها، وصحتين والف عافية على قلب اللي بده يجربها.